السلام عليكم. كنت ماشي انا وواحد صاحبي في الشارع وقاعدين بنحكي همومنا لبعض، ولسه بقول انا خايف اتجوز لحسن الاقي كل يوم مشكله، وخايف من هموم الحياه ومن المسؤوليات ومن الماديات. واحنا لسه بنتكلم لقيت شاب وبنت تقريبا كده في سن العشرينات قاعدين في مكان على جنب، وما كانش في اي حد غيرنا لان الوقت اصلا كان متاخر، وقاعدين بياكلوا ايس كريم. ولقيت البنت بتوجع على هدومها، والشاب راح مطلع منديل وبيمسح لها وبيبص لها بنظرات كده كلها حب وغرام. فاستغربنا انا وصاحبي وقلت الاتنين دول اكيد مرتبطين وخاربينها، ولسه هقول لهم عيب اللي انتوا بتعملوه في الشارع ده، بس لقيت في ايديهم الشمال دبل وعرفت ان هما متجوزين، فرجعت لورا وفضلنا قاعدين وهو باصص لها جدا ومش شايل عينه من عليها. بس بعد شويه لقيتها شبه بتتألم من وجع في رجليها، وراح الشاب اللي قاعد معاها ده قاعد على الارض وقدام رجليها وكان بيطبطب على رجليها. بصراحه اتصدمت وقلت انا لسه بقول لصاحبي ايه ولقيت ايه قدامي، وكانها اشاره من ربنا. فجرأت وقلت اروح لهم اعرض عليهم مساعده في اي حاجه. صاحبي قال لي مالكش دعوه انت، بس انا صممت قلت له في حاجه يا استاذ المدام فيها حاجه؟ قال لا هي بس حامل وهي اصلا عندها روماتيزم والحمل تعبها شويه، فخدتها وقلنا نخرج شويه خفف عنها تعب الحمل وكمان تغير جو. ولقيته زي اللي شويه كده وهيعيط علشانها، وعرفت منهم ان هما بقالهم 5 سنين متجوزين ودي اول مره تحمل فيها، وكان مرعوب علشانها. قلت له صدقني انا لسه بقول لصاحبي اني خايف من الجواز ومن المسؤوليات وان اخد بنت ما بتحبنيش بجد او ما تقدرش تستحمل ظروفي، وحسيت ان وجودكم قدامي في الوقت ده كانه اشاره من ربنا. فابتسم كده ورد عليا وقال لي بص، طول ما انت محافظ عليها هتفضل شايلاك في عينيها، وطول ما انت بتحترمها ومهتم بيها هتستحمل معاك المر كله. فانا معايا مراتي عرفت ان انا مش بخلف من 5 سنين وفضلت صابره معايا، وقالت لي لو العمر كله مش هسيبك، برغم ان في ناس كتير قالت لها ايه اللي يجبرك انك تعيشي معاه من غير اطفال. ده غير ان كمان كانت حالتي الماديه صعبه وجايب الجهاز بالتقسيط والشقه بالايجار. والحمد لله دلوقتي عندي شقتين وفتحت مصنع ملابس باسمها من 3 شهور، والحمد لله برضه ربنا كرمنا وهي حامل دلوقتي وفي توأم كمان. وعلشان كده بقيت مرعوب من اي شيء يضرها، والله افديها بروحي. فالحقيقه انا مشيت وانا مصدوم من الفرحه والموقف اللي عدى عليه سنه، بس الموقف ده هيفضل مؤثر فيا العمر كله، وكل ما اكون مخنوق افتكره. فالصبر نتيجته عوض، وانا عوض فيك يا ست. من بعد حزني هفرح وبالعشق معاكي امنت. اكتب يا تاريخ واذكر وخليني دايما افكر اني ملقتش نفسي الا بيها وبقى ليا منها بنت. ودي كان قصه صاحبنا اللي خايف يتجوز علشان اي حاجه في الجواز مخوفاه. فربنا بيدعمك وبيسندك في جيستك، بس انت خليك مصدق في ربنا وارميها عليه. بس الاهم لما ترتبط خليك امين في علاقتك بشريكه حياتك. وما تنساش بقى انك تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو وشير الفيديو مع اصحابك. ولو عندك واحد صاحبك كان بيحكي لك ان هو خايف يرتبط، ابعت له الفيديو وقول له ها ما تخافش، خد الخطوه واتجوز. سلام.